ايوا هنا رجعت لك السريعه. ما ترحبيش بيا، سيمانه وانا غايبه، مريضه شي شويه بالنسبه اللي سولوا عليا، وعندي انشغالات، وايضا كنت كنفكر في داك الموضوع وداك البوست اللي حطيته لكم، واش زعما نخرج من عالم الانتقاد في خطره ونخلي القناه ديالي غير للطبخ وللروتينات والمسائل والقطيطات وداك الشيء، او انني يعني ندير الانتقاد ولكن شويه لايت، كتعرفوا داك لايت بدوني. وفي الحقيقه انا تقريبا الانتقاد ديالي لايت، مره كنخرجوا على السطر، الله يسمح لينا. المهم عدت اليوم، شفت هذه القطيطه هذه، كنت غندير هذا الفيديو في الحقيقه من اجل المنتخب الوطني. شفتها قلت هذا فيديو زوين، نقولوا بانها كتدعي مع المنتخب الوطني باش يربح. المهم ما كتبش وحطيت هذا الفيديو، قلت علاش لا ما نجعلوش هاد الدعوات هادو ديال هاد القطيطه، هاد البكمه هادي يكونوا لصالح السريعه. ما عندها احباب، ما عندها والي، ما عندها تالي، ما عندها عائله، ما عندها جيران، ما عندها صحاب، ما عندهاش حتى القنوات المساندين ديالها في اليوتيوب اللي كانوا حتى الامس القريب كيدافعوا عليها، ما بقاوش في جنبها، يعني كتافها باردين مسكينه. ومع هاد الشتوى الله يرحمنا والله يزيدنا من نعيمه، والله يعطينا على قد النفع. البرد وعاد حامله، يعني امور ديالها شويه صعيبه. داكشي علاش قلت علاش ما تدعيش معاها. مثلا الا بغيت مثلا هاد الدعوات ديال هاد القطيطه مسكينه يكونوا لصالح السريعه، باش غادي ندعي ليها مثلا شنو غادي ليها؟ بالتريكه، بالذريه الصالحه. قالت لينا حامله، ادعي ليها بالسعاده مع الزوج الماسون، كتقول لنا كتعيش السعاده وساتيسفيت بداك الشيء اللي كتعيشو، واخا حنا ما كيبان لنا ماشي يتليه، كتقول لنا لا انا بخير ما تخافوش عليا. باش تدعي ليها بالفلوس تبارك الله، كتقول لكم الادسنس راه هي تيرشرش تيشرشر ولا تيرشرش. المهم كنشكرك بعد عرفتينا هذه الكلمه شنو تتعني. شنو اخر ثاني باش غندعيو ليها؟ باش مثلا ندعيو ليها تكون عندها عائله كبيره تهز بها، لانها نهار قالت لنا الراجل مشى وغتدخلوه لحبيب بيس وداك الشيء، قالت بان ما عندهاش فين تعطي الراس، كيعني بانها ضمنيا كتعترف ما عندهاش عائله. ولكن هادشي ما نقراو نحن من تحت السطور. اما في الحقيقه كيف ما كتصرح هي عندها عائله كبيره وما عندهاش مشكل، غير وكان ما بغاش تظهرهم. ما لقيتك تبارك الله والصلاه عمبي مكتافيه. وانا نقول القطه ديالي جمعي راسك، خلي هاد الدعوات حتى الماتش الجاي مع المنتخب اللي كنظن وقيله غادي يكون نهار الاحد. المهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المتابعين والمتابعات ديالي فيما كنتو، كنتمنى دائما فيديوهاتنا يلقاوكم في اتم الصحه والعافيه. اللي عنده صباح الخير، واللي عنده مساء الخير عليكم كاملين فيما كنتو داخل وخارج الوطن. ما نذكركمش الى عجبكم الفيديو ما تنسوناش من لايكاتكم، تعاليقكم، ارائكم دائما مرحب بها. اذا عدت والعود احمد وياك. ان شاء الله كنتمنى انكم تكونوا توحشتوني، انا توحشت انني نعود لكم بهذا المحتوى ايضا ديال النقد، ولكن ان شاء الله كنوعدكم بانه غادي يكون حذر اكثر من الاول، نتقوا الله اكثر من الاول. المهم ولا فلت منا شي حاجه كنستسمحكم، وايضا كنتمناو سيدي ربي يغفر لنا. جيت عند السريعه، وشكون عندي انا عز من السريعه، سمعتها مسكينه حايصه لايصه كتسقسي اشنو غادي كيفاش ماشي اشنو غتولد، لا عرفات ياك باقي. قالت لك هي براسها متشوقه، مازال ما عرفات واش عندها ولد ولا بنت. داكشي كله في داك الساشي، وداك الساشي الكود والكود بين ديالو عند العاقه. ومهم القضيه حامضه ما همنا شيء. جات تقول لنا افتيو عليا شي راي كي نولد واش سيزاريان او لا ماشي سيزاريان، زعما على اساس حنا غنعرفوا مصلحتك اكثر منك. على شكون حنا شكون المتابع اللي ما بقاش كيجي عندك، اللي هجرك وبقى كيمشي عند الخزان. واش هذا هو المتابع اللي كتسوليه؟ شكون هاد المتابعات اللي كتسقسيهم؟ واش المتابعات اللي قلتي عليهم بانهم شيطات وبانهم كيباتوا الليل مخليين رجالهم وكيقصروا كيشاطيو مع راجلك؟ واش كتقصدي المتابعات ديال دوك المنصه اللي ما خليتي فيهم غير اللي نسيتي؟
شكون هاد المتابعات اللي كتكلمي معاهم؟ طبعا كتكلمي مع وحدين مجربات واللي هما عاقلات واللي هما ربما والدات ومعاودات. اذا هاد الفئه هادي كنظن بان عاقت وفقت بك، لا اتوقع بانها غادي تجاوبك على الاسئله ديالك. اذا هذاك مجرد فيديو درتيه من اجل باش ديري محتوى، هذيك اسئله غير صادقه لانك انت ما كتثقيش في جنابك باش تسولي هذا السؤال. هذا انا غادي نجاوبك على قد السؤال، وهذا ماشي فيديو انتقاد، يعني ما فيه لا ذنوب لا حتى شي حاجه، ما فيه نميمه. شوفوا انا هما هادو الفيديوهات اللي غنبدا ندير، فيديوهات بحال هكا اللي واضحين وما فيهمش الشبهه. هادشي باش نخلص ضميري مع سيد ربي، وداك 2 ريال اللي طلعوا ليا من القناه نكون واخداهم حلالا بلالا. واش السيده سولات؟ ايه. واش عطات سؤال عام ولا عطاتو لشي فئه خاصه؟ عطاتو للمغاربه كاملين واي واحد سمعها. ايوا انا جيت نجاوبك، انا كأم ل3 ديال الاطفال غادي نقول لك. اولا انا ما حملت شي في هذا السن اللي انت فيه، اذا الوضعيه ديالك من غير الوضعيه ديالي نقدر نعطيك نصيحه ولكن يمكن ما تصلحش ليك. انا حملت ولدت وانا صغير عليك، هذه الاولى. ثاني شيء الحاله الصحيه ديالي انا الحمد لله ملي ولدت كانت صحه جيده، ما كنعانيش من الامراض اللي قلتي انت كتعاني منها. اذا الا عطيتك شي نصيحه ربما ما تصلحش ليك. ثالث شيء الوضعيه ديالي انا النفسيه اللي كنت وانا حامله وانا كنتوحم وانا كننتظر هذاك الجنين يكبر وانا كنتوقعو وكنحلم بيه يعني نحسب لي ايام باش نشوف عويناتو وحال مالو احلامو، كنفكر ربي يطولي في العمر وندير له داكشي اللي انا كنحلم ليه. مختلفه على الوضعيه ديالك، بكل اسف الوضعيه ديالك مختلفه بحكم انك كتعيشي اضطرابات نفسيه، داخل على واحد الزواج الان اللي حد الان كيبدو انه غير مستقر. انت براسك خرجتي قلتي واحد النهار بان انا ندمت على بعض القرارات ديالي وعلى بعض الاختيارات ولكن ضروري خصني نكمل، لدرجه ان ملي تطرحات المساله ان واحد غادي يقدر زعما يمشي لحبيب بيس قلتي فين غنمشي، يعني انت بحال مجبره برغم جميع الامور اللي واقعه. اذا انت كتعيشي واحد الوضعيه نفسيه صعيبه. اذا الا قلت لك انا نصحتك شي نصيحه وقلت لك لا ولدي طبيعي، ربما النفسيه ديالك المضطربه وداكشي ما عندكش داك القدره وما عندكش داك الصفاء الذهني وداكشي اللي حتى يقدر يتحمل داك الالم، وانت كتشوفيه بانه هو غير فتره وغدوز وغادي تشوفي عويناتو ديال داك الترابي وداكشي. يعني ربما النصيحه ديالي ليك غتكون في غير محلها. هذا من حيث كيفاش ولدي، واش زعما سيزاريان واش نورمال. دابا غادي نتكلموا على الولاده في حد ذاتها. يوم الولاده او المخاض، يعني المراه مهما كانت من تحت المراقبه وعارفه اليوم ديال الاباضه ديالها وفوقاش هزات وكل شيء، مع ذلك راه ماشي 9 شهور محسوبه بالنهار باش كيتولد كل طفل، يمكن ينقص او يزيد، داكشي بيد الله. يعني الطب اشنو كيدير؟ اقصى حد كيديرها الطب، اقصى حد كيديرو هو انه يقوم باخراج الجنين في الوقت المناسب بسلام من رحم الام بهذيك العمليه القيصريه، او كيساعد الام اللي باقي ما جاهاش الوجع باش او داك المخاض باش تخرج الجنين، كيساعدها بواحد الطريقه نتوما عارفين الحقن وهذا باش يديروا لها داك الطلق الصناعي، يعني باش تقدر هي تخرج الجنين. يعني هنا الولاده كاينه يا اما اخراج الجنين من طرف الام او اخراج الجنين بعمليه قيصريه من طرف الطبيب، ولكن غتبقى الولاده الطبيعيه هي الولاده السليمه لصحه الام والجنين. الصحه ماشي غير الجسمانيه وانما ايضا الصحه النفسيه فيما بعد الام والجنين. علاش؟
بلا ما نعطيكم مجموعه ديال الابحاث ومجموعه ديال الاستقصاءات اللي عطات هذه النتائج هذه. ولكن يكفي انني نقول لكم مادام الله اللي خلقنا سبحانه وتعالى وعطانا هذه الاجسام وعطانا القدره اننا نولدوا بديك الطريقه هذيك ومنذ عصور والناس كيولدوا بها، هذا وقيل كافي باش نعرفوها بانها الطريقه السليمه والغير محفوفه بالمخاطر، واخا كتبان لينا فيها الالم ولكنها كتبقى الاسلم لصحه الام والجنين، وكنقولوا ماشي غير الصحه الجسمانيه حتى الصحه النفسيه. المهم بالنسبه لي انا ولا اي واحد غيتكلم مع هاد السيده الغامضه اللي ما كتعطي حتى شي حاجه واللي هي مليئه بالجدل وكتبغي تفتح الجدل، الحاله الصحيه ديالك لالا ما كيعرفها حد باش يقدر ينصحك، الحاله النفسيه ديالك ما كيعرفها حد باش يقدر ينصحك. نذكرك بانك انت اللي كنتي كتظاهري في بدايه وجودك في القناه وبدايه زواجك بهذا المفرقع، كنتي كتبيني بانك كتعيشي السعاده الزوجيه، وبعد واحد الفتره جيتي كتقولي لنا لا يوريكم راه انا وياه كنا عايشين ما كانش عندنا انسجام، هو ما كان حاملني وانا ما كنتش حامله، حقا دايرين لينا الديور ولا الديار ولا شنو كيسميوه. اذا هنا انت كتكذبي وما كتعطيناش حقيقه الحاله ديالك، لا الحاله الصحيه ولا النفسيه ديالك. نذكرك بانك قلتي مريضه ببعض الامراض اللي في الحقيقه ملي سالنا عليها يستحيل معها الحمل بهذه السهوله وبهذا اليسر وبهذه السرعه، ومع ذلك انت حامله، شاء من شاء وكره من كره. اذا الحاله الصحيه ديالك مجهوله بالنسبه لينا بكذوبك وبتدليسك. الحاله النفسيه ايضا مجهوله لينا حنا. اذا هنا من يعرف بحالتك الصحيه او الجسمانيه اكثر منك؟ اذا هذاك اللايف لاش درتيه؟ علاش كتسالي واحد الناس ما عندكش ثقه فيهم؟ لانك انت ما قايلالوش حقائق عليك اللي خصهم يعرفوها واللي هي عاديه، وقايله لينا شي اشياء من المفروض حنا ما نعرفوهاش وماشي شغلنا فيها وما خاصش الناس يعرفوها. شوفوا كيفاش الاشياء البسيطه والعاديه ما كتخبرش الناس بها، مخبياها او كدير عليها واحد الضبابيه بالعاني، والاشياء اللي ما خصناش نعرفوها وما خصش عباد الله يسوقوا لها الخبار بحال بعض الامور اللي صافي ما بقيتش غنتكلم انا فيها ناشرها على الملأ. اذا علاش كنتي دايره داك اللايف؟ نقدر نفهم علاش دايره لايف وكتسقسي عباد الله كيفاش نولد هكا ولا هكا وانت ما عطياهمش حقيقه الصحه ديالك وحقيقه الحياه النفسيه ديالك، واش كتعيشيها نورمال مع ديك الزوج او لا. وهذا امر كيسهل الولاده الطبيعيه، تكوني عايشه واحد الراحه واحد الرضا، وما تكونيش كتخبتي كل نهار بحال هكا وكتخرجي في اللايفات. علاش ما عطيش الراحه لنفسك باش تقدري تولدي طبيعي اذا كان قرارك تولدي طبيعي؟ المهم جوابا على السؤال ديالها ما نقدروش نجاوبوك لان حنا عارفين النيه ديالك ما كانتش هي السؤال. انت غادي ديري داكشي اللي بغيتي، ولكن بغيتي غير ديري فيديو. ولكن انا بغيت نجاوبك على واحد المساله ما سولتيهاش. انت قلتي واش نولد سيزاريان واش نولد طبيعي؟ انا كنقول لك ومع من غتولدي هاد السيزاريان او لا هاد اللي طبيعي؟ واش اختاريتي له الاب المناسب هذا اللي غتولديه؟ شنو اختاريتي له؟ عرة الرجال؟ اختاريتي له عرة الاباء؟ واحد من دابا باغي يتبزنس فيه، من دابا ما كرهش يطول هاد الفيديوهات ديال الحمل وهاد الفيديوهات ديال كشف الجنين جنس الجنين، وعاوتاني علم الله كل تخريقه غادي يخرقوا غادي يديروا له ليكوش ضروري خصو يديرها لينا في فيديو، ناهيك الى طلع بنت عاوتاني يتاجر به بحال اللي كيتاجر بخواتاتو. اما اذا انفصلتم ولا وقع لكم مشاكل غيطرى لك اللي كيوقع دابا لولاد سعاد اللي معاها، او الا كانوا بنات وبقاو معاه غيوقع لك اللي كيوقع البنات ديال سعاد اللي معاك دابا انتي. هذا هو السؤال الحقيقي، هذا هو السؤال اللي خصك تسولي راسك. هاد اللي غنولدو سواء كتاب ليا انني نولدو سيزاريان بعد ما حاولت مثلا نولد نورمال وما كتبش ليا، او قررت ندير مباشره سيزاريان باش ما نحش بداك الالام وداك المخاض وداك الشيء ونولد بكل اريحيه
كيف ما كيقولوا مجموعه ديال الناس. المهم شكون بات هذاك الولد. وما تنسيش بانه كما تدين تدان. ما تنسيش بان هذاك الولد ولا داك البنت اللي غتولديه هو اللي غادي يحسك بهذا الشيء اللي كديري في ولاد سعاد، سواء الذكور اللي محرومين من باهم اللي معاك انتي كيقلب على فلوس الادسنس باي طريقه مشرفه او غير مشرفه، او دوك البنات اللي كتحاولوا تطلعوا لقمه عيشهم منهم فيهم، يعني بعرضهم وبشرفهم كتاكلوا وتوكلوهم. فهمتي؟ اذا ولدي كيف ما بغيتي، ولكن غيجي واحد النهار عاد تسالي هذا السؤال هذا اللي ما سالتيش الان، اللي هو هذا هو السؤال الحقيقي. علاش ولدت مع هاد بنادم وانا شايفه اشنو دار مع ولادو الاخرين ومع الزوجه الاخرى، وانا كنت شريكه في جزء من داكشي اللي طرا، ولو انك بريئه من داكشي اللي وقع قبل ما تدخلي انت على هاد الاسره هذه، ولكنك مدانه في اي حاجه كتوقع الان. وحنا كنشاهدوها بعينينا كيفاش تفجر العقوق بشكل واضح، كيفاش تفجرت مسائل اخلاقيه بشكل واضح في هذه الاسره ملي دخلتي عليها. اذا غادي تجني سواء ولدتي نورمال او ولدتي سيزاريان، غاتجني داكشي اللي زرعتيه. عجبتني في واحد القضيه قالت المتابعين المحترمين اللي كيخليونا حتى الا زعما كنا حنا ناقصين احترام وداكشي كنحترموا نفسنا، وفي المقابل كاينين شي وحدين كيخرجوا منا اسوأ ما فينا. وياه بغيت نقول لك كل اناء بما فيه ينضح. شتي لا زير عليك الانسان شحال ما زير عليك، راه ما يمكنش غتختارعي مثلا المعجم خاص باش تعايريه الا ما كانش عندك هذاك كمكتسب. فهمتي؟ يعني الا كان ملي كتعايري انت في شي واحد اقصى ما كتقدري كتقولي سيري الحماره، فما يمكنش تختارعي في داك اللحظه ديال العصبيه ديالك واحد المعجم ما عمرك اكتسبتيه، وشي كلمات عمرك ما قلتيهم وتمرستي عليهم. فهمتيها؟ اذا ما تحاوليش تلصقي الوقاحه ديالك وقله الادب ديالك بالمتابعين وتجعليهم هما مسؤولين على داك الشيء اللي كيخرج منك على اساس انه رده فعل فقط. غنرجع نقول لك كل اناء بما فيه ينضح، وانتي تبين مع الوقت في الحقيقه منذ الوهله الاولى انك اناء مليء غير بكل ما هو حقير وكل ما هو متسخ. الى هنا الاخوه والاخوات انتهى هذا الفيديو، كنتمنى انه ما نسيتونيش من لايكاتكم تعاليقكم، شكرا جزيلا لكم. ان شاء الله دعموني، عدت الى النقد من جديد، ولكن ان شاء الله درت مجموعه ديال الخطوط النفسي ما غاديش نتجاوزها. وطبعا هاد الناس هادو ما غاديش نبقى نحط دائما الفيديوهات عليهم، وانما الى ظهرت لي شي امور اللي ممكن نتكلم فيها تكون بعيده على الشبهات ممكن ندير فيديو. اذا بارك الله فيكم، ما تنساوش تدعموا المحتوى ديال الطبخ او